سريعة عن هزيمة الزمالك امبارح في ذهاب الكونفدرالية من نهضة بركان 2-1. أول حاجة لعيبة الزمالك في الشوط الأول كانت سيئة جدا، كانوا متوترين وده ظهر في الهدفين اللي دخلوا. الكرة بتاعت ضربة الجزاء دي بتتعاد ثالث مرة من نفس الجبهة اللي هي أخطر جبهة عند الفحل، خطأ في التمركز يا إما من عند فتوح يا إما من حسام عبد المنعم، نفس الكورة هي لحد ما قدروا في الآخر ياخدوا منها ضربة جزاء. الغلطة التانية عند عواد، بصراحة أنا بشوف إن الحارس الكبير صعب قوي تخش فيه الكورة، وكمان حمزة المسلوسي كان لازم يطلع يغطي. مش طبيعي يا جماعة إن بتاع نهضة بركان يطلع ويلعبها في ظهره في غفلة من الدفاع. هما دول نقطتين القوة اللي لعب عليهم نهضة بركان امبارح. عدا عن كده الزمالك كان أخطر في الشوط التاني ويحسب له إن هو قدر. وبصراحة توقيت الهدف نموذجي، أول ما زيزو بص لعب العرضية متقنة لسيف الجزيرة، بيوريك فعلا إن نهضة بركان عندهم مشاكل في التغطية الدفاعية، قدرت تسجل وكنت تقدر كمان تتعادل. لسه في مباراة كاملة هنا، الزمالك يقدر فعلا إنه يكسب ويتوج بالكونفدرالية.